لسه سايب مايا من يومين. وانا مش بريباوند. انت لسه سايب مايا من يومين. قال لها انا مش بريباوند. امتى اقول ان انا في ريباوند ريليشن شيب؟ لما اكون داخل العلاقه علشان انسى الوجع القديم، اكون داخل العلاقه علشان انا دلوقتي مش عايز اعيش وقت فراغ يفكرني بالالم، لما طول الوقت بقارن بين الانسان الجديد والانسان اللي كان موجود في حياتي، لما اكون داخل العلاقه وانا بس كل اللي انا عايزه اني اثبت للطرف اللي قبل كده ان انا لسه مرغوب، ان انا في ناس بتحبني، ان انا ممكن ادخل علاقه. امتى ادخل في علاقه صحيه؟ لما اتشافى من العلاقه الاولانيه. هي طب ده ليه وقت؟ لا ملوش وقت. هي الفكرة ان انا اكون فعلا اتعلمت الدرس من العلاقة الاولانية، باخد ستيب حقيقية ناحية علاقة جديدة، عايزة فعلا ارتبط واعيش حياة كويسة، مش بس علشان اداوي جراح الماضي. بالعكس، انا اصلا ساعتها بجيب لنفسي ألم جديد انا مش عارفه. علاقات الريباوند ريليشن شيب دايما بتبقى قايمة على احتياج، فبتعلق بسرعة، ببقى فيها اندفاع. انا حابة ان انا يبقى في شخص في حياتي، مش الشخص ده تحديدا. أنا بدخل الريباوند عشان أملى فراغ، مش علشان أنا فعلا عايزة استقر. علاقات الريباوند ريليشن شيب غالبا مش بتكمل لأنها قايمة على احتياج. أنا بحمل طرف تاني مسؤولية إن هو يداوي جرحي من الطرف الأولاني، فبالتالي مش بتكمل لأني مش ناضجة مشاعريا، وكده أنا بظلم الطرف التاني اللي بيدخل حياتي. امتى اقول ان انا اتعافيت او بقيت كويسه وان انا مش في علاقه ريباوند؟ اول حاجه لما اكون مش بقارن بين الشخص اللي معايا دلوقتي والشخص القديم، لما اكون مش بفكر في الشخص القديم طول الوقت، لما اكون فعلا بدور على نفسي ومرتاحه ومبسوطه، مش يوم في اعلى حاجه ويوم اقل حاجه ونفسيتي مش مستقره، لما اكون مركزه مع الشخص نفسه بدور على في صفاته، بشوف ده ينفعني ولا ما ينفعنيش. لما تخرج من اي علاقه ادي نفسك مساحه وقت، ادي نفسك ودي مشاعرك مساحة ومسافة في الوقت علشان اقدر احكم على مشاعري مظبوط، ما اندفعش واتعلق. بلاش تدخل علاقة وانت محتاج عاطفيا.